إن شاء الله النهارده هنتكلم عن حلقة مهمة خالص، ألا وهي موضوع الخطوبة. لما تروح تخطب إيه الصح وإيه الغلط، والنبي سن لنا إيه صلى الله عليه وسلم. وفي أسئلة ياما قبل ما نبدأ الحلقة. السؤال الأولاني: هل ممكن واحد يتجوز واحدة من غير ما يشوفها بعينيه؟ ده السؤال الأولاني. والسؤال الثاني: طب إذا كان هو هيشوفها، إيه الحالات اللي هيشوفها منها وإيه اللي ما يشوفهاش؟ وايه الحالات اللي سنها سيدنا رسول الله في موضوع الخطوبه؟ طبعا الزواج نصف الايمان زي ما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول حاله اجابه السؤال الاولاني: هل ممكن اتجوز واحده من غير ما اشوفها خالص؟ يعني هنشوفها ليله الدخله. والاجابه يبقى كده هذا الزواج ما يصحش، لان فيه مخالفه شرعيه. فسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الواحد يرى مخطوبته بعينيه. فهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل طبعا عندنا حديثين لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني: النبي لما قال للصحابي انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الصحابي راح يخطب واحدة وكان من المهاجرين، فراح يخطب واحدة من الأنصار. فالنبي سأله: خطبت؟ قال له: خطبت منين؟ قال: من الأنصار. هل رأيتها؟ قال له: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. يبقى لازم تشوف اللي أنت هتجوزها قبل الزواج، وهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ده الحديث الأول. الحديث الثاني حديث سيدنا رسول الله يقول إيه؟ قال النبي في الحديث الصحيح: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. يبقى هنا إيه؟ يقدر اللي عايز يتجوز واحدة يلقي نظرة الأول، يعني ما يدعوه إلى النكاح، يعني شكلها طبعا ده غير الأدب والخلق والاحترام. فإذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى النكاح فليفعل، وهذه سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول يعني إيه بقى اللي هيتشاف؟ قال الفقهاء: ويباح لمن أراد الخطبة أو خطبة المرأة وغلب على ظنه إجابته نظر ما يظهر غالبا بلا خلوة إن أمن من الفتنة. يبقى هنا نظر بلا خلوة زي ما قالوا العلماء. الصحابي بيقول إيه بقى؟ الصحابي بيقول سيدنا جابر قبل فرض الحجاب يقول: فكنت أتخبأ لها أو أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها. ودي فعل سيدنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أنت ما تعملش بقى في أخطاء بنرتكبوها، ان هو يقول انا هنيجي النهارده نشوف العروسه، وبعدين الناس يبقوا مستعدين، وبعدين يخشوا في العروسه يقول لا ده هي زي اختي ما تنفعش، دي فيها مخالفه. انما الصح ان ممكن يقول لامها بس وتكتم الخبر ويشوفها كده مرور عابر، او خليها تجيب حاله كده دون ان تعلم البنت، لان لو شافها وما وافقش عليها هو هيعمل انكسار نفسي عندها. الصحابي بيقول: فكنت اتخبأ لها حتى رايت منها بعض ما دعاني الى نكاحها، زي ما قال سيدنا جابر عليه رضي الله عنه وارضاه. لكن في مخالفه بنعملوها. واحد بيجي يسالني: يا فلان بنت عم فلان ايه رايك فيها؟ فالواحد يقول: يا الله ربنا يستر علينا وعلى وليانا، ايه رايك فيها؟ فتلاقي الواحد عنده معلومات وحشه وعنده معلومات حلوه، فيبدا يقول للراجل بعض المعلومات الحلوه ما يقولش الوحشه. طب هنا صح ده؟ هتقول لي لا ده مش صح. طبعا هو مش صح. طب واحد يقول انا هنذكر عيوب الناس. قال لك في هذا الموضع ان انت لو حد بيسالك عن بنت فلان او فلان الفلان اللي هتناسبه وفيه عيوب وفيه مميزات، قول مميزاته وقول عيوبه. طب هتقولي طب هتبقى غيبه ونميمه؟ نقول لك لا، في هذا الموضع ليس غيبه ولا نميمه. عشان كده يقول العلماء يقولوا ايه؟ يقولوا: ومن استشير في خاطب او مخطوبه، يعني العريس او العروسه، ومن استشير في خاطب او مخطوبه وجب عليه ان يذكر ما فيه من مساوئ وغيرها ولا يكون ذلك من الغيبه. يبقى هنا هنقول لك بنت فلان او الواد الفلاني، تقول والله الواد الفلاني ده هو فقير وبتاع امه شويتين لكن عنده دين وبيخاف ربنا سبحانه وتعالى. يبقى هنا ان انت تقول كل اللي ما تعرفه عن اللي هو هيتخطب سواء كان الولد او البنت في اللي بيستشيرك قوله، وليس ذلك من الغيبه زي ما العلماء قالوا. وهذه سنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كمان سؤال مهم خالص، وهو واحده ارمله، يعني خلاص جوزها توفى، اللي هم 4 أشهر و10 ايام، ينفع اخطبها؟ قال لك لا، ما نصرحش. يبقى في اسمها ايه؟ التعريض بالخطبه. التعريض بالايه؟ بالخطبه للمراه المعتده اللي هي توفى عنها زوجها. يقول الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء.
وده بيكون للمرأة اللي هي توفى عنها زوجها في الأربع أشهر و10 أيام دول اللي هم العدة. ما ينفعش تقول لها صراحة إن عايز نخطبك، لا، أنت يبقى في تعريض وليس تصريح. فهذه بعض ما يتعلق بأحكام الخطبة والمخطوبة. وخلي بالنا يا جماعة، في عندنا كلمة خطبة اللي هي للنساء، وعندنا خطبة الجمعة زي ما دي في بعض الكلام يعني. في خطبة محرمة، أيوة، إمتى تبقى الخطبة محرمة؟ بيقول وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم. يعني إمتى تبقى الخطبة حرام؟ قال لك لما نروح نخطب واحد خطبها. قال أهل العلم وتحرم خطبته على خطبة أخيه المسلم، فمن خطب امرأة وأجيب إلى ذلك حرم على غيره خطبتها حتى يأذن بذلك أو يرد. يبقى أنت ما ينفعش تخطب على خطبة أخوك المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، اللي هو فك الخطوبة. أنت ممكن تخش، أما غير كده ما ينفعش. والحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لسيدنا رسول الله لمسلم لا يحل لمؤمن أن يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. وفي حديث ابن عمر لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، والحديث متفق عليه. والبخاري برضه لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. فاحنا اوعى تروح تخطب واحدة لسه على في ذمة راجل تاني خطيبها، وتخلي بالك من كل هذه الأخطاء في الخطوبة، إن أنت تسأل عنها وتسأل عنك، ونقول المميزات ونقول العيوب ونشوف الرؤية الصحيحة زي ما قال سيدنا رسول الله. حلقة سريعة النهاردة عملناها بسرعة كده عن أحكام الخطوبة والخاطب والمخطوب في الإسلام. لا تنسوني من صالح دعائكم.